السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اخواتي واصحابي في الله، عاملين ايه؟ طلعت ولازم نشيل منها شوية علشان خاطر روحها ضيقة قوي وبتمشي بسرعة، وهي الفراولة. ما بتقعدش طبعا وقت طويل، ولو قعدت وقت طويل بتبقى فراولة تلاجات، بتبقى متلجة، وساعات بيبقى فيها بايظ كتير. فنلحقها كده وهي زي كده الورد الاحمر كده زي ما انتوا شايفين. بنجيبها ونغسلها في مية تجري. عارفين يعني ايه؟ برقدها الاول في ميه ونقطه خل، وبعد كده بغسلها كويس جدا جدا لان بيبقى فيها طبعا رمل. والاكتر من دي بتبقى الفراوله الصغيره اللي هي الفراوله البلدي. هنروح نغسلها ونرجع مع بعض. تعالي بقى سمي الله وصلي على الحبيب المصطفى سيدنا محمد. اللهم صلي وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. دول بقى اكياس تلاجة بقصقصهم صغير كده واحطهم في الطبق بتاعي. ودول بقى كام طبق من اللي اتبقوا من عيد ميلاد الولا ريان، قلت بقى استغلهم ونشيل فيهم بقى شويه الفراوله. طبعا عشان فراولايه كبيره فانا بقسمها اتنين كده زي ما انتوا شايفين. ولا بحط لها سكر ولا بحط لها لون ولا بحط لها اي حاجه خالص نهائيا. هي بتحتفظ بنفسها كده زي ما انتوا شايفين. في حاجات ربنا سبحانه وتعالى خلقها لنا هي بتحتفظ بنفسها بذات نفسها كده اهو زي ما انتوا شايفين. هنقطع ونحط في الاطباق ونكيس ونشيلهم علشان زي ما قلنا كده روحها ايه؟ روحها ضيقه. بس ما تنسيش تصلي على الحبيب المصطفى سيدنا محمد وتحطي اللايك بتاعك. قطعنا الفراوله بتاعتنا كده زي ما انتوا شايفين. عايزه تلف فيها تحطي في اكياس، حطي المتوفر عندك اشتغلي بيه. عايزه تلفي بستريتش زي ما انا هلفهم كده بستريتش كويس جدا واغلفهم، وهنحطهم طبعا في الديب فريزر او في الفريزر. بصي احنا بنعمل كده، بنقول دي حاجات بتسهل علينا وليس الا بتسهل علينا في الوقت. لو انت طبعا ست عامله فاكيد بترجعي من شغلك مرهقه، فعايزه حاجات سهله وسريعه، فهتطلعي على طول من الفريزر وتستخدمي. ولو انت ام وبتودي دروس وبتودي مدارس برضو هتسهلي على نفسك وتطلعي من الفريزر وتعملي على طول. عارفينهم بالاسترتش بتاعنا وهنشيلهم في التلاجة. بس في حاجة عايزة اقولها، ان احنا الناس بتقول هو انتوا ما بتشيلوش غير علشان رمضان. لا والله، هي الحاجة موسمها، ده الموسم بتاعها، فاحنا بنشيل الحاجة يا جماعة في الموسم بتاعها وليس الا. واقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.